قصة الأعرابي اللي بالصحراء وكان السعلوة. خليك تتابع. قصتنا تتحدث عن أعرابي كان صاعد الفرس مالته بوسط الصحراء. هذا الأعرابي كان يمشي بوسط الصحراء بالفرس مالته وضايج ومخثوث ومضطرب من فرد أمر. وهذا الأعرابي ضايج بسبب غزوة كان طالع بيها خسرها هو وقوميته. ولما خسروا هذا الأعرابي هاي الغزوة هو وقوميته، هنا شردوا كل شخص بوحده حتى ينقذ روحه بالصحراء. وهنا الأعرابي هو يمشي بوسط الصحراء ويلوم بنفسه ويقول يا ليتني لم أتي معهم في هذه الغزوة حتى لا أخسر هذه خسارة فظيعة. فظلها الأحداث والأعرابي وهو يمشي بالصحراء وتاخذ الأفكار وتجيبه. هنا شاف طلعت قدامه مرأة جميلة ولابسة أسود بوسط الصحراء. وهنا الأعرابي هو مستغرب ويباع للمرأة هذه اللي طلعت قدامه ويقول بداخله منين طلعت هاي المرأة وشلون وصلت لهنا بهاي الصحراء الخالية. يعني وكأنما هاي المرأة طلعت بوسط الصحراء من العدم بهاي الصحراء اللي ما حد بيها. وهنا الأعرابي تقدم عليها بالفرس مالته، ولما وصل يمها سألها وقال له شنو اللي جابك هنا وشلون وصلتي؟ فهنا المرأة ردت على الأعرابي وقالت له أرجوك ساعدني، أنا هنا تيهت القافلة مالتي وأنا ضايعة بالصحراء. فهنا المرأة قالت للأعرابي قالت له أنا كنت أمشي ويا القافلة مالتي، ولما كنت أمشي ابتعدت مسافة عنهم حتى أخذ حاجتي وأرجع لهم. هنا لقيتهم عايفيني ورايحين وما لقيت لهم أي أثر وعافوني بوسط الصحراء وحدي وراحوا. فهنا الأعرابي رد عليها وقال لها من يان اتجاه راحت القافلة مالتك؟ فهنا ردت عليه وأشرت له وقالت له بهذا الطريق بمنتصف النهار يعني بوقت الظهر. فهنا الأعرابي قال لها قافلتك رايحة بالاتجاه اللي أنا جاي أروح بيه، صعدوا وراي عسوا اللعن نلحق بهم بمنتصف الطريق. وهنا الأعرابي مد ايده للمرأة وصعدها بالفرس مالته ورا ظهره. والغريب بالموضوع هم بوسط الصحراء ويمشون بالطريق. هنا الأعرابي فكر بتفكير ساذج. وهنا الأعرابي ظل يفكر ويقول بين نفسه جوز هاي المرأة عوضتنا عليها الآلهة ومكان الغنيمة اللي ما حصلتها بالغزوة. وهنا الأعرابي شاف روحه بوسط الصحراء وصحراء خالية وما حد وياهم، راودته نفسه ومديده على ايد المرأة اللي حاضنته. والأعرابي لما مديده على ايد المرأة حتى يتلمسها، هنا شاف ايد المرأة خشنة وكأنما لامس كومة أبر. والأعرابي لما التفت لي ورا حتى يباوع للمرأة، هنا كانت الصدمة وشاف اللي صعده وراه مرأة وجهها قبيح وأسود ومرعب بمعنى الكلمة. وهنا الأعرابي يقول من الخوف اللي صار بيه قلبه راد يطلع من مكانه. والأعرابي عرف ان اللي كانت صاعده وياه مو مرة طبيعية وإنما كان السعلوة. وهنا الأعرابي يقول سحبت السيف مالتي حتى افتك منها، واما اذا هي تهجمت علي وثبتت انيابها الحاده مال اسنانها برقبتي. وعضته وخليته يطيح من الحصان مالته يزرق دم وبوسط الصحراء ويصرخ. وهنا الأعرابي ظل يصرخ ويصرخ ويستنجد بأي شخص حتى ينقذه من الموقف والحالة اللي هو بيها، لكن للأسف هم بوسط الصحراء وما حد راح يسمعهم ولا أحد راح ينقذه. طبعا ما أقول لكم القصة حقيقية، لكن هي قصة تناقلتها العرب والناس القدماء. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو. هسه إذا عجبتكم القصة حطوا لنا لايك ومتابعة وكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات.